يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا لي ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش. وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع واعمل استجواب لسياده الوزير في المجلس. قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. الله يخرب بيوتكم. حبكة تحششوا وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي، يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوها يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه، وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا مزة ما تيجي شويه. اتفضلي يا طنط. حبيبتي عقبال كل شهر، بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر. انت عارفه بقى زحمه الشغل اول الشهر، فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضه، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليم اخباره ايه؟ يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلامه. يلا على المطبخ، حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا تعمل حساب فريده ايه؟ ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. عن اذنكم. باي باي. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا سليم. كنت حاسه ان انا هشوفك. انت كويس؟ كويس أوي. طب خلي بالك على نفسك. أنت كمان. الحمد لله على السلامه يا ضنايا. موتش ليلنا الجاي. ما كنتش أعرف. مالك يا سليم؟ طبعا يا فندم معاليك عارف كميه الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك انا مش ممكن اغير موقفي ابدا. الفاسد لازم افضل وراه لحد ما اكشف فساده وادفعه الثمن. تحت امر معاليك يا فندم، ناجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربية كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربيه دي؟ وسعادتك عارف. عارف انها هربت، معنى كده ان مفيش قضيه. وبعدين يا اخي انت راح تفتش عربيه عليها حصانه من غير ما تامن نفسك؟ ده كلام يا حضره الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام، يعني أكيد جايين بمخدرات، وتميم أكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو انت ما عملتش شغلك مظبوط وهم موقفهم القانوني سليم. وبعدين يا اخي انت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان. الضرب ده بيسمع في كل حته يا حضره الضابط. انت مش عارف اللي بيجري حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغهم. يا باشا أنا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله، افتكرته واحتمال وجايز انه انت ضابط مباحث، تقديراتك لازم تبقى سليمة 100%. احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر.
شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. أنا هكتفي بس بلفت النظر وتأخير الترقية ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكرة الصبح تقدم مخلاء طرف، وبعد بكرة تستلم في اسم العمرانية. واحمد ربنا إن ما نقلتكش الصعيد. سيادة الوزير مش عايز حركة كتير. ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثة ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا أستاذ، ومش عايز مشاغبة تاني. اوامر سعادتك. اتفضل. الظابط اللي خرشمك خد جزم، اتنقل، عشان تعرف ان انا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جزا ده كان هيموتني يا باشا. يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه، وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه. يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني يعني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا 2 مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا. واسم العمرانيه مش بعيد، بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها. ما تقربش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا.